أنا حاليًا في أواخر سنة رابعة طب، وده الفيديو اللي كنت أتمنى أسمعه وأنا لسه داخل الكلية. في أول سنتين في الكلية اللي بنسميهم السنين الأكاديمي عندك نوعين من الامتحانات، امتحان عملي وامتحان نظري. النظري هنركنه دلوقتي ونتكلم عليه في فيديو تاني، خلينا في امتحان العملي لأنه من أكتر الامتحانات اللي ممكن تجيب فيها درجات كتير جدًا بمجهود أقل بكتير من النظري. لما بقول مجهود قليل مش قصدي إنك ما تذاكرش، قصدي إن طريقة مذاكرته أسهل بكتير من إنك تقعد تحفظ وتراجع نظري بالساعات. معظم المواد عندنا العملي بيكون معتمد بشكل كبير على سلايدات، وجزء بسيط جدا بيبقى فيه كلام نظري، لكن بيكون اسهل كتير من النظر اللي موجود من المديول ومش نفس مجهود المذاكره. يعني ببساطه بيجي لك ملف في قلبه صور، وده الصور اللي مطلوب منك تعرفها كويس جدا، لان في الامتحان ممكن تلاقي الصوره قدامك ومطلوب منك تتعرف على الصوره دي وتحتها سؤال بسيط، واحيانا ما بيجيش السؤال البسيط وبيكتفي بانك تتعرف على الصوره دي. طب بتعمل ايه؟ ما تذاكرش الصوره كانك بتحفظ صوره وخلاص، اربط كل صوره بحاجه تفكرك بيه. مثلا الصوره دي شبه راس التنين، الصوره دي شبه محمد صاحبك، الصوره دي شكلها عامل زي كذا. احسن حاجه انك تعمل ده مع حد من اصحابك، لان كل واحد ممكن يشوف الصوره بطريقه مختلفه ويطلع لك تشبيه اسهل يخليك تفتكرها. فبدل ما كل واحد يحاول يحفظ لوحده، اتناقشوا مع بعض وكل واحد يطلع علامه للصوره تقدروا تعلموه بيها، واسهل علامه تعتمدوها. ممكن الطريقه دي تبان غريبه شويه، بس صدقني اول ما الصوره تظهر قدامك في الامتحان هتلاقي نفسك قلت انا شفت الشكل ده فين قبل كده. وانا بقول لك ركز في العمل لان درجاته كتير جدا، وفي نفس الوقت تقدر تجيب فيه درجه عاليه لو حضرت له صح. والاجمل ان لو بدات المديول بدرجه كويسه في العملي ده هيديك دفعه كبيره جدا في مجموع المديول كله. انا عمر الجندي، ودي نصايح كنت اتمنى حد يقولها لي وانا داخل الكليه. فلو انت لسه في اول الطريق اعمل متابعه، لان اللي جاي هيوفر عليك لف ودوران كتير.